اللي قدامك في الصورة ده فنان مصري أكيد كلنا طبعا نعرفه، بس اللي احنا بقى ما نعرفوش موقف عجيب جدا عمله وحيد سيف مع عائلة كده بيحكي أحد أصدقائه. الموقف من غرابته ومن عجبته أنا ما كنتش مصدقه لحد ما دورت واتأكدت ولقيت ناس كتير جدا كاتبة عن الموقف ده إنه حصل فعلا، وهكلمك كمان على نهاية وحيد سيف وإزاي تشخص مرضه بالخطأ. كل ده هتعرفه معايا في الحلقة، فيا ريت فضلا وليس أمرا اسمع الحلقة دي للآخر. صل كده على سيدنا الحبيب واسمع يا سيدي. اللي قدامك ده وحيد سيف بيحكي بقى احد اصدقاء وحيد سيف عن موقف في غايه الروعه وفي نفس الوقت عجيب جدا ان واحد اصلا يعمله. بيقول زميل وحيد سيف كنت في يوم ماشي انا والفنان كده بنتمشى وبنبص لقينا عائله كده مكونه من الام واربع اطفال قاعدين على الرصيف قدام مدخل عماره، والام قاعده تبكي والاولاد حاضنينها. وحيد سيف بيقول لي هم ايه حكايتهم ودول بيعملوا كده ليه؟ قلت له مش عارف. قال لي طب تعالى نشوف حكايتهم ايه. وفعلا راح وحيد سيف للام اللي هي ام الاولاد قال لها خير يا حاج انت بتبكي ليه وايه اللي مقعدكوا في الشارع كده؟ عشان تبدا الست تحكي له وتقول له انا ام الاربع اطفال ابوهم متوفي من حوالي 8 سنين وانا اللي برعاهم وبجري عليهم. كنا ساكنين في شقه كده على القد واتعثرت في دفع الايجار 4 شهور لحد ما صاحب الشقه طردنا انا واولادي. ما لقيتش الا مدخل العماره دهوت يا دوب ياخدنا انا وعيالي وبننام فوق بعضنا. مدخل عماره ما ياخدش نفرين اتنين ومش لاقيين مكان ننام فيه، فبكينا من الهم وبكينا من اللي جوانا. تخيلوا وحيد سيف يعمل ايه؟ طب تخيل انت لو في مكان وحيد سيف هتعمل ايه؟ ابسط الامور يعني هتاخدهم مثلا تشوف لهم شقه بالايجار وتقعدهم فيها او تدفع انت الايجار مثلا. لا، زميل وحيد سيف بيقول الفنان عمل حاجه ما كانتش تخطر على بال بشر، خدهم وراح قعدهم في الشقه بتاعته. ولقيته تاني يوم بيرن عليا وبيقول لي تعالى عشان احنا رايحين للناس اللي انا قعدتهم في الشقه. ولقيته مجهز في ايده عقد بيع وشراء لام الاولاد ان هو يوهب لها الشقه بتاعته. انت متخيل؟ وفعلا راح وكتب الشقه باسم الام واولادها وهبهم الشقه كده، وهب الشقه ليهم وراح هو خد لنفسه شقه صغيره كده على قده. بيكمل بقى زميل وحيد سيف وبيقول احد التجار المشهورين المعروفين في الوقت ده كان من محبين وحيد سيف جدا وعرف بالموقف الروعه اللي عمله وحيد سيف عشان يروح لوحيد سيف وياخده يجيب له شقه اوسع من اللي كان فيها وفي مكان ارقى من اللي كانت الشقه بتاعته فيه، ويوهبها له برضه بيع وشراء ويكتب له الشقه باسمه. وانتهى الموقف على كده. موقف في غايه الجمال والروعه. عرفت بقى ان الخير اللي انت بتعمله مهما دارت عليه الايام والسنين هيترد لك. وتخيل بقى ربنا سبحانه وتعالى وكرم ربنا بيبقى عامل ازاي، بيبقى اضعاف مضاعفه. وحيد سيف جبر بخاطر الست واولادها اليتامى، فربنا سبحانه وتعالى سخر له اللي يجبر بخاطره ويعوضه كمان، عوضه بشقه اوسع وفي مكان ارقى عشان هو عمل العمل ده لوجه الله تعالى. هو ده عمل الخير وده جبر الخواطر وردة جبر الخاطر من عند ربنا سبحانه وتعالى. شفت بقى ان العمل الحلو اصلا بيدوم ازاي؟ يعني لو وحيد سيف مثلا ما كانش العمل ده او ما كانش عمل الموقف ده انا كنت هطلع اتكلم على وحيد سيف، انما انا كل تركيزي في الموقف نفسه، الموقف الجميل، الموقف الروعه اللي فوق الروعه، انك انت تجبر بخاطر حد وتعمل خير تلاقي ربنا سبحانه وتعالى في يوم من الايام هيجبر بخاطرك ويرضيك. وده اللي عمل مع الفنان ده. ربنا يجعل يا رب العمل ده في ميزان حسناته. اما بقى النهايه بتاعته بتاع وحيد سيف، خليني اقول لك الاول ان وحيد سيف من مواليد الاسكندريه، اتولد عام 1939، خريج ليسانس اداب قسم تاريخ، اشتغل بالمسرح شويه وبعد كده انتقل للقاهره وبدات رحلته الفنيه. كان فنان كوميدي وياما امتعنا واضحكنا. وحيد سيف بقى لما تعب اتشخص مرضه غلط، اتشخص ان هو عنده الصفرة وده ما كانش عنده الصفرة. بنته بتقول كان عنده حصوه في البنكرياس، الحصوه اللي في البنكرياس ديت ادت ان هو يعمل عمليه خطيره. نتيجه العمليه ديت قللت الصفرة، ولما الصفرة قلت جدا عنده بدات يحصل اجهزه تانية تبوظ زي الكلى والكبد لحد ما توفى وحيد سيف. فيا ريت يا جماعه ندعي للفنان ده بالرحمه، ويا ريت نركز في الموقف اللي انا قلته لك الاول اللي هو اهم حاجه في الفيديو. ركزوا فيه واجبروا بخاطر الناس واعملوا الخير وسيبوها على ربنا، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيرده لك اضعاف واضعاف. يا ريت يا جماعه تعملوا شير ولايك للفيديو ده، واشوفك في فيديو جديد.